في كرة القدم شفنا كروت حمراء كثيرة، ولكن في لحظات نادرة الطرد يتحول لقصة مستحيل تتكرر. واليوم جبت لكم 3 من أغرب حالات الطرد في تاريخ اللعبة. أول حالة في الدوري الروسي، الحكم يطرد التونسي نادر القندري، واللاعب يطلع ويشيل التيشيرت ويهديه لمشجع ويمشي للممر، لكن الفار يستدعي الحكم والقرار يلغى وينادون اللاعب يرجع، والرجال يرجع ولكن بدون قميص، ويرجع وياخذ من المشجع ويلبسه ويدخل، والصدمة هو نفسه اللي سجل هدف الفوز. الحالة الثانية في مباراة إيفرتون واليونايتد، لاعب من إيفرتون يضرب زميل بوكس في وجهه داخل الملعب، والحكم يطرده فورا ولا لاعب من إيفرتون اعترض. والأغرب إيفرتون لعب ناقص وفاء. والحالة الثالثة هدف واحتفال واشتباك، والحكم يجتمع مع مساعديه ويصدر قرار تاريخي، 6 بطاقات حمراء دفعة واحدة وما وقف، يرجع ويطرد لاعب سابع وينهي المباراة. 3 قصص تثبت أن كرة القدم مش بس أهداف، في جنون ودراما ولحظات تخلي المباراة فيلم كامل. ولو ودكم سلسلة من هذا النوع اكتبوا لي تحت في التعليقات. وفي نهاية المقطع إذا أعجبك المقطع اعمل لايك واشترك في القناة عشان نصل لأول 1000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.